إنسان بيقول كلمة لا يلقي لها بالا من غضب الله عز وجل. واحد بيلقي بشائعة، الشائعة دي ممكن تخرب بيت، ممكن تخرب دولة، ممكن تخرب مصنع، ممكن تخرب مؤسسة بشائعة. بيلقي شائعة وهو مش واخد باله ومش عارف. اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. ينزل في النار 70 سنة بسبب كلمة ممكن تخرب بيت، ممكن تطلق امرأة، ممكن تشرد أسرة، ممكن تبوظ مصنع ومؤسسة بسبب كلمة. شائعة، انت بتطلق شائعة ومش واخد بالك. هو احنا الكلام هنتحاسب عليه؟ ايوه هنتحاسب. لما سيدنا معاذ بن جبل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، احنا هنتحاسب على اللي احنا بنقوله. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا على حصائد ألسنتهم. حصاد الألسنة. اسمع إلى الله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما بتقولش كلمة إلا وبتسجل عليك. قال سفيان الثوري يوما لأصحابه: لو قلت لكم أن معكم ومن بينكم من يرفع الحديث إلى السلطان، لو في كاميرا بتسجل عليك والحديث اللي انت بتقوله هيطلع للسلطان والسلطان هيسمع بيه، أكنتم تتحدثون بشيء؟ قالوا لا. لو حديثك هيوصل للسلطان أو الملك أو الرئيس أو الوزير هتتكلم؟ لا. قالوا لا. قال: فإن معكم من يرفع الحديث إلى الله. وصدق الله إذ يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقد تتكلم بالكلمة لا تلقي لها بالا فتهوي بها في النار. ليه؟ شائعة، تطلق شائعة تخرب مصنع، تخرب مؤسسة، تخرب بيت، تكون سبب في طلاق واحدة، في طلاق زوجة، تكون سبب في تشريد أطفال. وهذا الذنب في رقبتك إلى يوم القيامة، معلق في رقبتك والله إلى يوم القيامة. فيا أخي الحبيب، كن صادقا، كن كما الله أمرك، فالله أمرك بالصدق. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق دليلنا على التقوى، الصدق دليلنا على الإيمان، والكذب علامة من علامات النفاق. لكن هل هناك كذب مباح؟ في كذبة بيضة وكذبة سودة؟ لا يا اخوانا، مفيش حاجة اسمها كذبة بيضة وكذبة سودة. لكن في كذب. امتى يجوز الكذب؟ بين الراجل وزوجته في مشاعره. يعني مش ما ينفعش. شوف الإسلام قد ايه في تسامح، وقد ايه في سلاسة، وقد ايه في جمال. لما إنسان ما يقعدش يقول لمراته انت قبيحة، انت دميمة. لا، ما ينفعش. حتى وإن كانت قبيحة ودميمة فليكذب عليها وليقول لها أنت جميلة. حتى المشاعر في البيت، لأن البيت بني على المودة والرحمة، بني على الحب والإخاء، بني على المودة. فما ينفعش يقول لها أنت دميمة، أنت وحشة. لا، يقول لها أنت جميلة. يتحدث حتى يراعي مشاعرها، يراعي مشاعر الزوجة، وكذلك الزوجة تراعي مشاعر الزوج. فالاثنين يجوز لهما أن يكذب مراعاة للمشاعر. واحد مخنوق من مراته لكن ممكن يكذب، ممكن يقول لها لا والله انت غالية عندي، يكلمها كلمة جميلة وكلمة حلوة. وهنشوف ايضا الكلام ده مع معاملات النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. ايضا في الصلح بين المتخاصمين لا انقل الحديث بالنص، ولكن اقول له والله انه يقول ان فيك صفة كذا وكذا، وان فيك من الخير وفيك وفيك وفيك. يبقى انا لما اصلح بين اثنين انقل بينهم الخير وازيد في الخير قدر ما استطعت حتى اصلح
أصلح بينهما. الحالة الثالثة في حالة الحرب، لا أستطيع أن أنا طبعا في حالة حرب وجماعة مسكوني مثلا اتمسكت في الدولة الثانية أو مع العدو، فما ينفعش أقول أسرار بلدي، بل أكذب. يجوز الكذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة، الحرب خدعة. أحبتي في الله،